صباح النور، صباح الورد والياسمين. طليت عليكم بالخير، واش راكم حبيباتي؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. جيتكم اليوم بهذه الوصفة، اذا تسقسوني اسهل وصفة واروع وابن واخف وبريستيج واقتصادية. هذه الوصفة توالمكم حبيباتي، توالم نهار العيد. المهم راح نشاركها معاكم، تجي خفيفة بنينة بمكونات بسيطة، تقدروا ديروا هذه التحفة وتجي تقدروا تقدموها حتى لضيافكم، يعني تجي بريستيج روعة روعة. المهم حبيباتي، نصلوا على نبينا العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام، نقولوا بسم الله ونبداو في الوصفة السهلة والبنينة تاعنا. نجيبوا الغيسابيون تاعنا ولا الجفينه حبيباتي. عندنا هنا 250 غرام تاع الزبده. الا لاحظتوا انا درت ما يهمش نوع الزبده، راني طميت كامل لي مغسول اللي كانوا عندي، زدت لهم هذيك القرصه نتاع الملح. وهنا عندي ربع كاس نتاع الزيت كما راكم تشوفوا هكذا حبيباتي. وعندي هنا كاس غير ربع نتاع سكر غلاس. هنا اللي انا من بعد راح نضيف العسيله، اللي ما ديرش العسيله تضيف مباشره كاس معمر نتاع سكر غلاس. عندي ملعقه نتاع لافاني، وعندي هنا نص كاس محمص ومرحي بقشوره، يعني البنه كامل راهي في هذاك الكاوكاو. وعندي هنا 3 مغارف نتاع عسيله، اللي قلت لكم اللي ما عندهاش تقدر تعوضها بكاس كامل نتاع الوسمو نتاع السكر غلاس. هكذا حبيباتي، ونجمعوا بيدينا فقط، ما نستعملوا لا باتور لا فوي لا والو. كيما حلوة زمان نديروا يدينا. يا اختي اليدين هما اللي فيهم البنه وفيهم هذيك البركه وفيهم بنه العيد. والريحه كانت هنا ما نحكي لكمش، الريحه تفحفح، بنه العيد بدات تبان وروايح العيد بداو يبانوا. هنا راح نضيفوا 2 حبات كاملين نتاع البيض وندخلوهم في هذاك الخليط. في الاول نحاولوا نطريو هذيك الزبده بيدينا، اللي تكون في الاول نديروها بدرجه حراره الغرفه. انا كنت خرجتها من الفريجيدير وخليتها ان بون مومون في هذاك الغيسابيون حتى تلقت كامل روحها، ومن بعد بديت نخدم بها هكا باش تجيني سهله في الخدمه. هكذا حبيباتي، ومن بعد نبداو نضيفوا النواشف كي نشوفوا الخليط تاعنا تخلط بيا. هنا بالنسبه للفارينه اكيد حبيباتي نكونوا غربلناها، وما نقدرش نعطيكم القيس اكزاكت، كل وحده على حساب الحبه تاع البيض تاعها، كل وحده على حساب الكاس تاعها. المهم انا هنا درت كاس تاع 220 مليلتر وزوج حبات بيض. هنا ضفت ملعقه تكون معمره نتاع الخميره الحلويات. ونبداو حبيباتي نطمو في العجينه تاعنا. العجينه تاعنا لازم تكون كيما عجينه الصابلي، يعني ما طريه ما ناشفه، تكون متماسكه وتبقى شويه طريه. هكذا نضيفه بشويه بشويه حتى نتحصلوا على هذا القوام كما راكم تشوفوا فيه في الصوره حبيباتي. هكذا كي نشكلوا العجينه تاعنا تتشكل معنا بكل سهوله، و ميم طون تبقى طريه. هنا راح نديروها في كيس بلاستيكي ونخليوها تريح شويه في الثلاجه. انا خليتها تقريبا ربع ساعه باش من بعد تساعدني في الخدمه، على بالكم انا في السخانه وكل شيء، باش هذيك العجينه تحكم لي روحها. هنا جبت الميزان تاعي، نتوما اللي ما عندهاش عينها ميزانها. انا درت تقريبا من 30 حتى 35. في الاول درت 35، بعد عاودت نقصت درت 30 حبه باش تجيني الحبه يعني متحوفه، ما تجيش كبيره بزاف. انا هاد الحلوى تاع الهليلات الكاوكاو ما نحبهاش تجيني كبيره كما تشارك، لذلك حبيباتي ديروا نتوما 30 غرام من 28 حتى ل 32 غرام. هذه هي الحبه تجيكم الله الله. شوفوا كيفاش هكذا وتجي كبيره، مع نديروا لها الشوكولا من الفوق ونديروا لها الطبقه تاع الكاوكاو تجي سواسوه. هنا كما راكم تشوفوا حبيباتي نشكلوها على شكل هليلات عادي كما نشكلوا التشارك تاعنا، وصراحه تجينا اسهل لانه ما فيهاش الحشو. هنا بالنسبه للناس اللي تحب دير تزيد لها الحشو من الداخل عادي حبيباتي، ديروا الحشو اللي حبيتوا. تحبوا ديروا كاوكاو، تحبوا ديروا معجون وكاوكاو، تحبوا ديروا نواه كوكو والمعجون، كما تحبوا ديروا العقده تاع التشارك عادي. المهم نتوما لكم الاختيار. انا فضلت نخليها هكا باش تجيني يعني تقدروا كامل تديروها، وحبيت نديرها يعني حلوى ساك. هذه هي حبيباتي. انا نكمل نشكل كامل نخليهم في السنيوه، ونروح نشعل الفور تاعي على 180 درجه. هذا الحلوى تحب تطيب مليح، يعني ماشي كيما الصابلي غير تصفر، تحب تطيب طيح يحي على الطيح.
المهم حبيباتي تحب تحمر كما راكم تشوفوا، حمرتها مليح مليح باش تجيكم فيها هذيك القرمشه، هذيك البنينه مع الشوكولا مع الكاوكاو تجيب لنا. بالنسبه للشوكولا هنا حكمت شوكولا بالحليب. شوفوا لكل 50 غرام عندنا ملعقه، ولا كل 100 غرام عندنا ملعقه نتاع الزيت. انا هنا ذوبت هذيك المية الاولى، ومن بعد زدت فوقها المية الاخرى باش ما تتحرقليش، لخاطر ما درتهاش في باماغي، يعني كما راكم تشوفوا ذوبتها مباشره في الكسرونه هكا باش ما تتحرقش. ونحكموا الحبه تاعنا نحاولوا نديروها هكذا حبيباتي غير بالملعقه، نديرو في النص باش يجينا الشكل تاعها شباب، ومتيجوا كامل على حبه ومتساويين هكذا كما راكم تشوفوا الطريقه. نحكموا الملعقه الاولى هكذا في الوسط، نديروا الشوكولا داك الخط الوسطاني، ومن بعد عادي نمشيو الشوكولا ملي يعني نفرغوا عليها عادي هكذا. حنزيد معاكم حبه هكذا، نحكموا غير في الوسط حتى نسقموا هذاك الخط، ومن بعد نعاودوا نكملوا الجهه الاخرى، نقطروها مليح ونخليوها في هذاك البابي اللي طابت فيه هكا باش ما نغنقوش الدنيا، ونخليوها تنشف مليح. هنا الا كانت عندكم سخانه ديروها في الفريجيدير تحكم روحها فيت في، ونعاودوا نخرجوها باش نكملوا لها التزيين تاعها. كي تنشفت لي مليح انا دخلتها للثلاجه. راح نجيب الكاوكاو تاعي اللي قلت لكم حمصته وبشويه تاع قشور، يعني ما نحيتلوش كامل القشور تاعو، ولحيتو كما راكم تشوفوا ماشي خشين وماشي غبره، خليته يعني شويه باش نستطعم هذوك الحبيبات تاع الكاوكاو. نحكم المعجون، معجون وحده ولا تحبوا ديروا عسيله ولا لاجولي، المهم كيما حبيتو تقدروا ديروا حتى الحسيله خاطر رانا درناها في العجينه. ونكملوا نديروا الكاوكاو غير في هذاك الجزء اللي بقى لنا من الشوكولا. يعني هذه هي طريقه تزيين بسيطه بصح تجي واحد الشكل وواحد البنه ما نحكي لكمش. شوفوا لي هذاك الشكل روعه روعه. تقدروا ديروها للعيد، تقدروا ديروها جايين حفلاتكم تاع البيام الناس يجوا يهنيوا لكم، يعني تقدروا ديروها كحلوى جافه تحمر لكم الوجه وتقطع كميه لاباس بها. يعني هذه الكميه قطعت لي 40 حبه. تقدروا تدوبليو حتى المقادير، يعني ديروا 500 غرام زبده مع 4 حبات بيض تجيكم كميه ما شاء الله. وبقات لي شويه شوكولا في الكسرونه تاعي، طميتها ودرتها هكذا زيكزاك، جات كذلك في الشكل بزاف شابه، يعني عطاتها لمسه بزاف شابه هكذا حبيباتي. ونعاود نخليهم ينشفوا ونديرهم مباشره في الكيسات تاعنا. وهاي لكم الحلوى تاعنا كيفاش جات، بسم الله ما شاء الله، المنظر وحده يحكي. بمقادير اقتصاديه وبسيطه درنا هاد الحلوى الرائعه، وشوفوا الكميه اللي جات بسم الله ما شاء الله. يعني تجي الحبه تعمر العين، وكي تعمري لاسيت تاعك تعمر. راح نديروها لقهوه العيد ولا لضيافنا ولا لحفلاتنا. المهم هاد الحلوى تحمر لك وجهك صراحه روعه روعه، من ابل الحلويات اللي نديرها. تجي بزاف بنينه وخفيفه وتبقى لكم طريه اطول مده ممكنه. وراح نقسم معاكم هنا حبه باش تشوفوها كيفاش جات. تجي فيها واحد القرمشه ما نحكي لكمش، مع الذوق نتاع الكاوكاو مع تاع الشوكولا تجي بنه مخالفه. المهم حبيباتي نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتنال اعجابكم وديروها ان شاء الله هذا العيد، وتبحثوا لي تطبيقاتكم. ما تنسونيش بتعليقاتكم هذوك الطيبه المحفزه. نقول لكم نحبكم نموت عليكم، الى الملتقى والسلام.